شيعية دولة الإمام المهدي، شيعية دولة الإمام المهدي، وشيعية حكومتنا، شيعية حكومة. ننتقد أحيانا إخواني، من ننتقد ترى مو ننتقد نطالب. اكو البارحة أنا فعلا اكو إيه ما ساءتني، لا كثير من المصائب ما تأذيت منها، لكن حتى ألفت نظركم. البارحة نزل بالانترنت يوتيوب مقطع صغير، كاتبين على المقطع جعفر الإبراهيمي يدعو، من دعينا هنا وقلنا اللهم انتقم من المفسدين. جعفر الإبراهيمي يدعو لإسقاط حكومة المالكي. طبعا راح يضطروني لكلام أنا ما أريد أقوله، راح يضطروني لكلام أنه يخسؤون أن نعمل على إسقاط دولة شيعية. وأنا حقيقة تثيرني بعض الضغط، بس احنا مبتلين بهالوطنية، الوطنية المصطنعة اللي مطلوبة بس من عندنا، وعدم التطرف بس من عندنا، ولا تصير طائفي بس انت، مو طقة روحي، مو انا انمردت، مو انا يعني، بس انا مطالب بالقومية والوطنية. انا فرد يوم حقيقة ما اخفي غثتني ليش ما تكون جرأة وصراحة. فرد يوم فضائية عراقية جاي تحكي عن انفجار، أشلاء متناثرة، دور مهدومة، ممتلكات ممزقة، يحكي. بس غثني هذا اللي ينقل الخبر لفضائيته يقول لهم هؤلاء، وحكى التقرير مال نهاية التقرير يقول هؤلاء لا ذنب لهم إلا لأنهم عراقيون. لا يا سيدي، لا ذنب لهم إلا لأنهم شيعة. صحيح يا لا؟ لا ذنب لهم إلا لأنهم شيعة. وإلا أسألك سؤال، في يوم من الأيام راح رئيس الحكومة العراقية للسعودية ما استقبلهم وما سمحوا له يفوت بالأجواء؟ لو مو هذا الشخصية، مو هذا، لو مو المالكي، لو واحد ثاني بس شيعي، نفس الإجراء أمي من عود. لكن لو من صوب ثاني هو يستريح وينزل مطار جدة بمطار الرياض ويستقبلوا استقبال. إذا أنا أعمل بفيك الكثكث أيها الكاتب. أنا أدعو إلى إصلاح الفساد، أدعو إلى احترام المال العام، أدعو إلى تشخيص المفسدين ومحاسبتهم. أما لإسقاط الحكومة فلا وألف لا. وبالمناسبة ترى مو شغلة أخاف تنزل، مو شغلة مالكي أو مو شخصية، أنت مذهب. أنا عندي مذهب. أنا عندي الحسين، مرت أيام أني ما أقرأ مأتم إلا أروح أخذ إذن. صدقني روح الإذن يبقى في يوم من الأيام، ثق واعتقد، يوم 7 محرم يلا إجت الإجازة. الخطباء قاعدين والمنطقة بالزبير، اللي يسمعني من أهل الزبير يتذكرها. 7 أيام، يوم 7 إيش ظل بمحرم؟ بقى شيء بمحرم؟ ما بقى شيء، خلص. يوم 7 محرم الخطباء قاعدين ببيوت المجالس مالهم ينتظرون ايش وقت ضابط الأمن يقول اقروا. وإجت الموافقة يوم 7 بشرط أنك تختم ليلة 10، وليلة 10 مالتهم مو مالتنا، يعني ليلة 9. قرينا شيء. أما الآن أنا بمجرد أن يأتي محرم الدولة تستنفر كل إمكانياتها لتغطية المآتم ولحماية المآتم. أنا أدعو لإسقاط دولة جاي تدعم عقيدتي وطتني حرية أنا أتكلم. هسه جايتك دوار انتخابية، جاي بعد كم يوم الانتخابات راح تصير. شنو اللغط الموجود بالشارع؟ احنا بيناتنا شنو نسولف؟ لا تنتخب، لا تطلع، حصلنا من هذا، دبرنا من ذاك، أبد لا تروح، أبد. بويا ترى الحكي مو هيك، هي فرهود. شال من اعطيها العزة الدور ويرجع لنا على صدورنا الحكم الأموي. كم عمي طلعوا، بس اختار لك واحد شريف، اختار الخوشادمي، اختار النزيه. انت عندك عقل، رشح. انت رشح. هي هاي دولة المؤسسات، دولة الديمقراطية. انت رشح، انت اطلع رشح، بس لا تقول لي ما اطلع وما انتخب. عم عيب، لان هذه حرب بين وبين. عندنا بث مباشر، بس انتوا عرفوا البين وبين. وطلعوا نصرة للمذهب، اطلع انتخب ايا كان. عمي على اسقاطات الحكومة وعلى طلائب الحكومة وعلى مشاكلها يوميا احنا نشتم بيهم، بس مع ذلك خلف الله عليهم. خليها اسمها تنادي بأشهد أن عليا ولي الله حتى لو كذب، ما يخالف.
حتى لو يقولون ما لا يفعلون بس ما يخالف، بس اسمها أشهد أن علي ولي الله. بيا زمن تحلم أنت بالعراق عندك بث مباشر وتقرأ تعزية والناس تبكي والتلفزيون وين هاي صايرة؟ هاي وين صايرة؟ هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد. هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد. وحق نحر الحسين وعلي داح الباب نتقطع ولا ترجع البعثين. نصيحة شيع رافض هاك خذها وروح. نصيحة شيع رافض هاك خذها وروح. حكم دولة علي لا تصدق بغيره. انا ادرس صنم ما عافك بلا راي وعلى هاي المذابح دخلك دوره. انا ادرس صنم ما عافك بلا راي وعلى هاي المذابح دخلك دوره. بس تقرا الرسالة وافهم المضمون. قبلك راح بيها ما عرف يقرا. لازم تفتهم عرش الطغاة يطيح دال القاع طاحت دمعة الفقرة. وصنم ثاني بعد منكم محال يعود. اندفن حكم الصنم من فضحة الحفرة. السعودية وقطر لا تظن تحميك ولا ترجع ليالة سيادك الحمراء. ونذر الهربك خان العهد والدين ونسى دمعة حلبجة وصرخة البصرة. تفجر ما تفجر لازم نقاضيك ونزف لليتامى بموتك البشرى. نعم صارت بدينا ورغم انفك هاي واحنا الاغلبية وراسك انكسرة. هيهات النوم وينكم هالسوالف عيب بطلوا. ترى سهل الحرب وينكم نردوا. شنه الوحدنات وما درستوا بس منا وهي شد اللي خذوها.